ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ من شويه جالي كومنت على فيديو من ضمن الفيديوهات من شخص اسمه مصطفى، بيقول لي ممكن تعمل لنا فيديو عن ازاي نطفي الكمبيوتر. فانا النهارده هعلمكم ازاي تطفي الكمبيوتر بنفسك وتعتمد على نفسك وذاتك وما تلجأش لاي حد. بص، عشان تطفي الكمبيوتر في طريقتين. اول طريقه، في علامه الويندوز هنا الموجوده في الكيبورد، انت هتضغط عليها كده هتلاقي ظهرت لك هنا قائمه في الزاويه. او ممكن لو القائمه دي مش عايز تستعمل الكيبورد او الكيبورد عندك بايظ، بالماوس تحرك الماوس على الايقونه اللي من تحت دي في الزاويه اللي هي ايقونه ابدأ، تضغط عليها هتلاقي علامه من تحت اللي هي علامه الباور او علامه الترس، او هتلاقي مكتوب عليها الطاقه. اضغط عليها يا صاحبي. هتضغط عليها هتظهر لك 3 خيارات، في سكون وفي ايقاف التشغيل وفي اعاده التشغيل. انت لو عايز تطفي الكمبيوتر فهتختار خيار ايقاف التشغيل اللي هو في النص. هنضغط عليه كده يا صاحبي. بص خلينا نشوف، انا كده ضغطت عليه. بص يا صاحبي، كده الكمبيوتر بيعمل عمليه ايقاف تشغيل. اول ما الكمبيوتر يطفي معاك يا صاحبي، لو انت موصله في مشترك هتطفي الكوبس بتاع المشترك او هتخلع فيشه المشترك. وبس لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون ثانيه كده يا جماعه. بص هنا في تطبيق مفتوح، فايه هتضغط له ايقاف التشغيل على اي حال هيكمل الايقاف عادي. وصلنا لنهايه الفيديو هنا يا جماعه. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو في اي حد معاه مشكله او جهاز مش عارف يشغله او مش عارف طريقه اغلاقه او اي مشكله مقابلكم في حياتكم، اكتبها لي في الكومنتات وانا باذن الله اعمل لكم عنها فيديو. ومع السلامه عليكم.